أخدنا عادة لذيذة أوي الفترة دي أو بقالنا شوية، إنه الشخص اللي بيضايقنا في حاجة ما بندخل السيمتومز على تشات جي بي تي، أو يعني كاركترستكس اللي بتضايقنا على تشات جي بي تي، ويطلع لنا الدايجنوسيس. فإذا لو أنت بتضايقني يبقى أنت أكيد عندك ديسوردر. فالشخص الأناني شوية بقى نرجسي، والشخص المودي شوية بقى باي بولر، والعلاقة اللي مش ماشية زي ما أنا عايز بقت توكسيك and so on. حابة النهاردة فرق شوية ما بين الشخص اللي عنده شوية selfishness زينا كلنا بس يمكن سنة زيادة versus الشخص النرجسي في جزئية selfishness، لأنه طبعا الشخصية النرجسية أو النارسيستيك ديس اوردر بحر كبير أوي. في جزئية السلفشنس بالذات الشخص الأناني بيتعامل مع الدنيا أو مع اللي حواليه من منطلق أنا الأول بس ممكن لما عاتبك أنت تراجع نفسك، أنت تغير تصرفك، أنت تحطني في الحسبة and so on. الشخص النرجسي بيتعامل مع اللي حواليه أو مع الدنيا من منطلق أنا بس، ولو أنت جيت واجهتني بالكلام ههاجمك، لو أنت جيت عاتبتني أنا مش بعرف أحتمل فكرة إن أنت ممكن تبقى متخيل أصلا إن أنا غلطان في حقك، فههاجمك جامد جدا، لأنه قوتي أو راحتي النفسية بتيجي من my sense of power أو my sense of priority in my life and in the lives of those around me.